يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. في خبايا العالم ده في حاجات بتحصل لا العقل يقبلها ولا المنطق يفسرها. أسرار مدفونة ورا حدود الدول، ناس بتاكل كائنات حية كأنها تسالي، وجيوش بتعتمد قوانين فيزيائية خاصة بيها، لدرجة إنك هتشك في عينك وتفتكر إن اللي بتشوفه ده مجرد ذكاء اصطناعي. ومش هنسيبك كده، ده أنا جايب لك طفلة قوتها بتهز جبال، وفي الآخر هنكشف السر ورا العيش اللي بيتحضر وسط النار بطريقة غريبة. لو قلبك ضعيف بلاش تكمل، لأن اللي جاي هيغير نظرتك لكل حاجة كنت فاكر إنك فاهمها. ويلا بينا. تعال بقى نشوف أغرب الأكلات اللي موجودة في العالم، واللي موجودة تحديداً في دول شمال شرق آسيا زي الصين واليابان، وهي أكلة الدود. أيوة يا سيدي، الدود اللي موجود في الأرض الناس في الدول دي بتربيه، وكمان عاملين له مزارع وبياكلوه عادي، وبيقولك إن الدود مليان بروتين. واللي هيجننك إن النوع ده اسمه الميل وورمز، وهو النوع الوحيد اللي أخد موافقة رسمية من هيئة سلامة الغذاء الأوروبية كمنتج آمن للاستهلاك الآدمي، وبيدخل حالياً في صناعة أغلى أنواع المكملات الغذائية. سيبك بقى من الأكل المرعب ده، وتعالى شوف الهند اللي قررت تكسر كل قوانين المنطق حتى في اختبارات جيشها. تعال بقى النهاردة نشوف اختبارات الجيش الهندي، واللي بتختلف عن أي مكان في العالم. والاختبار ده بيعملوه للبنات وتحديداً للطول. وطبعاً كلكم عارفين اختبارات الجيش ويمكن مريتوا بيها قبل كده، ولكن في الهند بيختلف تماماً عن أي مكان في العالم. لو عايزين يعرفوا طولك بيستخدموا الطريقة الغريبة اللي قدامك دي، واللي غايب عن بالك إن القياس ده بيتم بأدوات خشبية بدائية لضمان إن مفيش تلاعب. وده جزء من نظام صارم اسمه الفيزيكال ستاندرد تيست، بيطبقوه عشان يفرزوا آلاف البنات في أسرع وقت. سيبك بقى من اختبارات الجيش وتعالى شوف العرض العسكري اللي كسر كل قوانين الفيزياء. تعال بقى نشوف العرض العسكري وشوف العساكر بيتحركوا ازاي. الحركات دي مش مجرد استعراض، دي قمة الليونة والتحكم في الجسم اللي ممكن تشوفها في حياتك. وبصراحة المنظر يخليك تستغرب هم بيعملوا كده ازاي. واللي لازم تعرفه إن الحركات دي جزء من فن قتالي قديم اسمه الكالاري باياتو، وده بيعتبر أصل الفنون القتالية في آسيا. والهدف منه مش بس الاستعراض، ده تدريب للعساكر على سرعة البديهة والهروب من الأماكن الضيقة في وقت الحرب. سيبك بقى من العرض العسكري ده وتعالى شوف اللي جاي. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب بنت موجودة في كازاخستان، واللي بتقدر تكسر أرقام قياسية محدش عملها قبل كده واتسجلت في موسوعة جينيس. البنت دي هي إيفينيكا سافوكاس، وعندها أقوى لكمة في العالم، لدرجة إنها لو اديتك واحدة هتوقعك في الأرض. ولما بتلعب ملاكمة ممكن تكسر الخشب بأقل مجهود بالطريقة اللي انت شايفها قدامك. والحقيقة اللي هتصدمك إن إيفينيكا بتقدر تسدد أكتر من 100 لكمة في الدقيقة الواحدة بدقة رهيبة. والعلماء فسروا قوتها دي بإن جهازها العصبي وتوافقها العضلي أسرع بمرتين من الشخص الرياضي البالغ. سيبك بقى من قوة البنت وشوف السرعة اللي بيتعمل بيها العيش الهندي. تعال بقى نشوف الطريقة اللي بيعملوا بيها العيش في الهند. والموضوع هنا مش مجرد عيش عادي، لا دي عملية بتتم بأدوات وطريقة تخليك واقف مبهور. انت شايف السرعة والدقة في التعامل مع النار والعجين؟ واللي لازم تعرفه ان الأكلة دي اسمها بانيارام، وبتتعمل في طاسة مخصصة بفتحات كروية اسمها أبام باترا. والسر في السرعة دي ان الطاسة بتوزع الحرارة بانتظام في الفتحات، فبتخلي كرات العجين تستوي وتنفش في ثواني معدودة زي ما انت شايف قدامك. سيبك بقى من سرعة الخبازين دي وتعالى شوف الطفل المعجزة اللي حرفياً بيطير على الأرض مش بيجري. تعال بقى أوريك أغرب طفل في أمريكا والعالم كله. الطفل ده يا سيدي بيلقبوه ببليز أو البرق بسبب السرعة الرهيبة اللي عنده، واسمه الحقيقي رادولف إنجرام. انت متخيل ان الطفل اللي قدامك ده وهو عنده 7 سنين قدر يقطع مسافة 100 متر في 13 ثانية وبس؟ وده رقم مرعب بالنسبة لسنه. واللي لازم تعرفه ان رادولف مش بس عداء، ده كمان لاعب كرة قدم أمريكية موهوب. والخبراء بيقولوا ان تكنيك الجري وانطلاقه في أول 10 أمتار بينافس فيه عدائين أولمبيين كبار، وعشان كده العالم كله ملقبه بخليفة يوسين بولت. تعال بقى النهاردة نشوف العلاج بالنار. الطريقة دي منتشرة في دول شرق آسيا زي الصين واليابان. بيجيبوا فوطة عليها مادة مشتعلة ويولعوها على جسم الإنسان في المناطق اللي فيها دهون عشان يحرقوها، وبيقولوا إنها فعالة جدا. وعلى فكرة بقى الموضوع ده علميا اسمه هولياو أو علاج النار،
والصينيين بيعتقدوا إنه مش بس بيخسس، ده كمان بيسحب الرطوبة من الجسم وبينشط الدورة الدموية بطريقة مرعبة. بس طبعا حركة زي دي محتاجة خبير، مش أي حد معاه كبريت يجرب في نفسه، لأن الغلطة فيها بشوية حروق ملهاش آخر. سيبك بقى من النار وشوف أغرب احتفال ممكن تشوفه في حياتك. تعال بقى أوريك أغرب احتفالات البرازيل اللي بيعملوها مع طلاب الطيران. وأول ما الطالب ينجح في أول اختبار طيران لوحده، زمايله بيحتفلوا بيه بالطريقة اللي انت شايفها دي، بيغرقوه بالزيت أو المية عشان يعبروا عن فرحتهم بيه. والموضوع ده مش مجرد هزار، ده تقليد عسكري قديم اسمه بابتيزمو ديفو أو معمودية الطيران. والغرض منه إنهم يكسروا رهبة الطالب ويفكروه إن المهنة دي فيها شقة وتعب ومحتاجة صبر. تخيل تنجح في أصعب اختبار في حياتك فتكون المكافأة إنك تخرج غرقان مية. سيبك من زيت البرازيل وتعال شوف أغرب حلويات ممكن تاكلها في الهند. تعال بقى شوف أغرب الحلويات اللي ممكن تجربها في الهند، واللي بيعملوها من القرع العسل بطريقة بدائية جدا. وخد بقى المعلومة دي عندك، الحلويات دي اسمها بينتا، والهنود بيعتبروها من أنقى أنواع السكريات لأنها طبيعية 100%. هم بيقشروه ويقطعوه ويطبخوه على النار، وبعدين يسيبوه ينشف لحد ما يتحول لقطع حلاوة زي ما انت شايف. والحلويات دي مش بس طعمها حلو، دي مشهورة هناك إنها بتنشط المخ وبتحسن الهضم بشكل كبير جدا. يعني قطعة واحدة منها بتديك طاقة تخلص بيها يومك كله. سيبك بقى من حلويات الهند وتعالى شوف الرجل اللي قهر التلج وكسر قوانين الطبيعة. تعال بقى أوريك أغرب راجل هولندي في العالم، واللي بيقدر يعمل حاجة مفيش إنسان طبيعي يقدر يعمل زيها. الراجل ده عنده حوالي 60 سنة وبيستحمل درجات حرارة بتوصل ل 30 درجة تحت الصفر. وخد بقى المعلومة اللي هتجننك، الراجل ده اسمه ويم هوف، وقدر يثبت للعالم كله إنه بيتحكم في جهازه العصبي وجهازه المناعي بتمارين تنفس خاصة هو اللي اخترعها. الراجل ده دخل موسوعة جينيس 21 مرة، وبيقدر يقعد في التلج لساعات من غير ما حرارة جسمه تنزل درجة واحدة. انت متخيل ان النفس اللي بتتنفسه ممكن يخليك سوبر هيرو زيه؟ سيبك بقى من رجل التلج وتعالى شوف الجهاز اللي هيختبر أعصابك انت شخصياً. تعال شوف أغرب اختراع موجود دلوقتي وبيسموه كرسي الأعصاب. لو أعصابك مش 100% مش هتعرف تقعد عليه ثانية واحدة. الفكرة ببساطة إنك بتلمس الجهاز وبيبدأ يوصل تيار كهربائي خفيف لجسمك، ولو أعصابك مش حديد هتلاقي نفسك قمت تجري من غير ما تحس. والمعلومة اللي لازم تعرفها إن الجهاز ده بيعتمد على تقنية التنبيه الكهربائي للعضلات، والهدف منه مش بس الهزار، ده بيقيس سرعة استجابة جهازك العصبي ورد فعلك تحت الضغط. سيبك بقى من اختبار الأعصاب والكهرباء دي وتعالى أوريك أغرب حاجة ممكن تشوفها في حياتك. لو انت من الناس اللي بتحب الجيم والرياضة، فاللي هتشوفه ده أغرب اختراع ممكن يعدي عليك. دي آلة بتفك العظم، والآلة دي معروفة علمياً باسم طاولة القلب أو inversion table، وفكرتها بتعتمد على الجاذبية العكسية عشان تخفف الضغط عن فقرات الظهر. كل اللي عليك إنك تطلع عليها وتتقلب بالشكل ده، فتبدأ الفقرات تبعد عن بعضها والضغط يقل عن الأعصاب في ثواني. الاختراع ده حل سحري لآلام الظهر، بس طبعاً لازم تستخدمه صح عشان ما تلاقيش نفسك فكيت عظمك بزيادة. إيه رأيك؟ قلبك جامد تجرب تقلب نفسك كده؟ لحد هنا وتخلص رحلتنا النهاردة، بس أكيد العجايب اللي في الدنيا لسه ما خلصتش. قولي بقى بصراحة، لو خيروك تجرب حاجة واحدة من اللي شفتهم، هتختار تغرق في زيت المحركات ولا تتقلب على جهاز الظهر ده؟ أنا مستني أشوف رأيكم في التعليقات. وطبعا لو الفيديو ده حرك فضولك ما تبخلش علينا باللايك الجميل وفعل الجرس عشان الحكايات اللي جاية أتقل بكتير. أشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.